ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ تعالوا ما اقول لكم على مقادير البسكوت الكيلو. بصوا، اول حاجه الكوبايه اللي هتعايري بيها كل حاجه. انا عامله كوبايه ونص سمنه وكوبايه سكر ناعم. وعايزه اقول لكم ان احسن وانضف نوع اللي هو الدقيق الكوثر دوت في المعجنات كلها وفي الكحك وبالبسكوت وفي البيضفور تحفه. احسن نوع الدقيق دوت. اخدت كوبايه ونص سمنه على كوبايه سكر ناعم مطحون. عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين الاول، وجعلوا يا ربي عيد سعيد عليكم وعلى اولادكم، ويحفظ لكم اولادكم يا رب يا كريم. عايزه اقول لكم المكنه اللي ورا ديت طلعت حكايه وتحفه وجميله وهتعجبكم جدا والله العظيم. حلوه جدا. اللي طول عمري متعوده على اللي هي الالموتان اللي هي الحديد دي وحشه، مش حلوه خالص. ولازم ترابيزه معينه ولازم تتربط في، يعني انت لو ما عندكيش ترابيزه لازم تجيبي لها ترابيزه. كنت بعملها على الرخامه كانت بتبهدل لي الرخامه وكانتش حلوه خالص. فدي احسن حاجه. خلينا بس الاول واحده واحده في المقادير بتاعه البسكوت. كوبايه ونص سمنه على كوبايه سكر ناعم. طب انا دلوقتي ما عنديش المضرب ده. بص، لازم تقعدي تضربي بالمضرب لحد ما يديكي اللي هو الفوم الابيض دوت. بصي يعني يديكي لونه يبيض ويديكي فوم ابيض. انتي ممكن ما يكونش عندك المضرب البيت دوت زي ما كانش عندي، كنت بعمله في الخلاط. يعني انتي ما عندكيش المضرب دوت، ما تقفيش. يا اما المضرب اللي هو اليدوي دوت، يا اما بص انا خايفه عشان عندي برد. انا بقالي شهر عندي برد مش راضي يروح. المهم ربنا يشفيني ويشفي كل مريض يا رب. فانا كنت بصور لكم الفيديو بصوتي وكنت ماشيه معاكم واحده واحده. بس انا بصراحه لقيت الفيديو هيطول جدا، يعني الفيديو طويل جدا، فاللي هو هتزهقوا وهتملوا، فرحت لغيت الصوت وعملت لكم فويس احسن. دلوقتي انا بوريكي تعملي ايه. حطي واحده بيضه الكيلو. يعني انا دلوقتي حاطه في الطبق كوبايه ونص سمنه وكوبايه سكر مطحون، وبعد كده ضربتهم بالمضرب كويس. وبعد كده هحتاج 4 بيضات، كل بيضه كيس فانيليا. يعني 4 بيضات عايزين 4 اكياس فانيليا. هنزل بيضه كل بيضه حطيت فيها كيس فانيليا، وهقوم ضربها كويس قوي. ولما البيضه تختفي خالص هقوم حاطه بيضه تاني مع كيس فانيليا. فاهمين قصدي ايه؟ عايزه اقولك لما تاخدي مقادير من حد او مثلا حد يقولك معلومه، ما تجيبيش كيلوهات. يعني هاتي، يعني جربي في نص كيلو، جربي مش هتخسري. وعايزه اقول لكم ان احنا في الاول وفي الاخر انا مش بعلمكم ده، انا بعمل معاكم. انا عملت ايه النهارده في بيتي، واللي حابب يعمله بس طبعا على ضمانتي ان برضو الحاجه ديت حرام يعني ان انت تجيبيها وترميها او تبوظ منك. اقسم بالله بسكوت ملهوش حكايه. تحفه تحفه تحفه. آه عفوا. عندي برد جامد والله. المهم دلوقتي انا عايزه اقول لكم ان دول نص كوبايه لبن، وهحط عليهم معلقه ممسوحه نشادر. انا دلوقتي خلاص حطيت كوبايه السكر مع كوبايه ونص من السمنه مع 4 اكياس فانيليا مع 4 بيضات، كل بيضه وكيس فانيليا لوحده. خلاص ضربتهم كويس جدا بالمضرب او في الخلاط، ضربتهم كويس. هاخد بقى اللبن دوت مع المعلقه الممسوحه النشادر وهقوم ده طب احنا دلوقتي عايزينه بالبرتقال. عايزه اقول لكم بالبرتقال تحفه، بس مش البرتقال اللي هو عصير البرتقال ولا عصير التانج، لا، بالكيس اللي هو الفانيليا اللي هو الدريم بتاع البرتقال. تحفه حلو جدا. طب انت ما عملتوش ليه؟ عيالي ما بيحبوش ريحه البرتقال في البسكوت. فديت هي دي المشكله، لكن هو ريحته ولونه بيبقى تحفه. ماشي. دلوقتي بقى انا عملت ايه؟ خدت كيس بقى، خلاص بقى انا عملنا بقى الخليط اللي انا قلت لكم عليه. دلوقتي بقى هقوم حاطه كيس الدقيق كله اللي هو الكيلو الدقيق كله. واهم حاجه ان انت تعملي ايه؟ ان انت تنخليه، تعملي باي مصفى عندك يعني. ماشي. وبعد كده هحط معلقه ممسوحه اللي هي بتاعت الشاي ديت بيكنج باودر اهو. وبعد كده مش هعجن خالص، ولا كحك ولا بسكوت بيتعجن. هلم بقى الخليط مع الخليط مع الدقيق ومع البيكنج باودر، بس اللي هو بصوا هلمه. عايزه اقولك بالله عليكي لو وصلتي لحد هنا ما تطلعي من الفيديو غير لما تعملي لي
لايك، وتعملي لي لايك وتعملي لي اشتراك بالله عليكي. عايزه اقول لكم بنتي كانت جنبي ماسكه الحته الفوطه وبتمسح لي. بصوا عايزه اقول لكم سيبكم بقى من كل ده، المكنه دي اقسم بالله حكايه، يعني المكنه دي حكايه. انا عايزه اقول لكم شايفين البتاع اللي انا بلفه دوت زي قفل كده، تحطيه على الرخامه، تحطيه على ترابيزه، تحطيه مطرح ما تحطيه، بس ما يكونش يعني عليه فرش ولا حاجه، وتقومي لفه البتاعه ديت زي قفل كده، ولو جدعه تعرفي تحركيها، استحاله ما تتحركش، جميله. والشفره اهي جبتها، خلوا بالكم انا كنت قايله لكم ان انا قلقانه لا المكنه دي تكون مكنه لحمه بس وملهاش علاقه بالبسكوت. عايزه اقول لكم والله العظيم تحفه تحفه. بصي انا كنت ممكن على فكره تشتغلي بيها لوحدك، مش زي المكن اللي هي الحديد بتاعتنا بتاعت زمان الوحشه قوي دي بجد، اللي بتقعد تصدي ديت وتنقر يا لهوي وتقيله، وعايزه لك ترابيزه مخصوص علشان تحطي تربطيها فيه. لا دي جميله والله العظيم جميله، انا ممكن اشتغل فيها لوحدي من غير بنتي، بس هي كانت ايه حابه يعني تلف وكده. انتوا عارفين العيال بتحب البسكوت وبتحب الكحك وبتحب الحاجات ديت، يعني بيحسوا بالعيد، فهي اللي كانت حابه ان هي تقعد تلف، لكن انا مش محتاجه لها. وانتي لو عملتيها وانتي قاعده لوحدك مش هتحتاجي. اعملي بقى نص الكميه اللي انا عملتها، يعني الكيلو اللي انا عملته جربيه في نص كيلو، والله العظيم هيطلع لك شويه بسكوت تحفه. وخلي بالكم البسكوت بيرمي، البسكوت بيرمي اكتر كمان من الكحك. عايزه اقول لكم طعمه جميل وريحته جميله، وجربي جربي مش هتخسري. والمكنه ديت لو عجبتكم اكتبوا لي في التعليقات. على فكره انا مش بعمل عليها اعلان، انا اساسا انا ولا ببيعها ولا انا الشركه اللي بتصنعها، يعني انا ما انا بقول لكم بصوا بوريكم البسكوته، في حته عجينه بسكوته تمسكيها شمال واليمين كده اهوت، وما تعمل يعني ما تتعجنش في ايديكي او ما تهريش في لا بصي العجينه لسه نيه وقلبتها لك شمال واليمين، يعني العجينه متماسكه متماسكه بجد تحفه تحفه. فعايزه اقول لكم انا والله العظيم تاني انا بوريكم الحاجه اللي عجباني بوريها لكم، مش بوريكم انتوا لو حابين، انا ولا ببيعها ولا اي حاجه. انت لو عجبتك اكتبي لي في التعليق، انا مش ببيعها، انا هقول لك مكان المحل اللي انا جبت منه. هتقولي طب ما المحل ده عند منطقتك انت، يعني عندك انت مش عندنا لا انا عايزه اقول لكم ان المحل ده ليه فرع في كذا حته، في 100 حته، وهو اصلا على الفيسبوك ومعروف جدا. فعايزه اقول لك تحفه والله العظيم تحفه وحلوه جدا 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 جدا. بصوا البسكوت بعد ما طلع، بصوا هوريكي وشه وظهره وبيتكسر ازاي، جميل جميل. كل سنه وانتم طيبين. بالله عليكي بالله عليكي ما تنسي اللايك، ولو مش عامله لي اشتراك تعملي لي اشتراك،